كلمتين لو نفذتهم هتكون من انجح الناس في المجال اللي انت بتحبه. وانا علي احمد، واهلا بيكم في فيديو جديد، كلمتين في دقيقتين كل يوم اتنين. هنروح للانترو ونرجع تاني، يلا بينا. من ايام ما كنت طالب في جامعه المنصوره كنت مشترك في دبلوم برمجه بكليه حاسبات ومعلومات، فطبعا كنت زي اي طالب بيتعلم برمجه جديد وشغوف بالبرمجه ونفسه يوصل لحاجه كبيره في البرمجه او حاجه كويسه لحد ما في البرمجه. فكنت خارج مع صاحبي فبساله سؤال، قلت له هو تفتكر ان احنا ممكن نوصل في يوم من الايام لحاجه في البرمجه؟ ممكن نشتغل في شركات وممكن ناس تعرفنا وممكن احنا نتعرف على ناس تانية. فلقيته يعني سكت كده وقال لي حاجة كأني أول مرة أسمعها. قال لي بص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أنا بصراحة كأني أول مرة أسمعها، فتعلمت من يومها إن السعي هو مفتاح نجاح أي شخص فينا، وإن الكلام اللي بيقعدوا يضحكوا علينا بيه لازم 9 عشان 9:30 بيقفلوا والكلام ده كله ليس له أساس من الصحة، ما هو إلا كلام بيحبط الناس ويفهمهم إنك أنت يا ابني مهما اشتغلت على نفسك ومهما ذاكرت فأنت آخرك كده كده قاعد جنب أخوك على القهوة أو قاعد في البيت. فطبعا الكلام ده يا جماعة ليس له أساس من الصحة. إحنا محتاجين نصدق كلام ربنا شوية أكتر ما بنصدق كلامنا السلبي وإحنا بنكلم نفسنا. السعي يا جماعة ربنا اللي بيقول ده، وأن سعيه سوف يرى. أنت هتنجح يعني هتنجح، طول ما أنت ما بتسعى أنت هتنجح، ولكن إمتى؟ دي بتاعت ربنا. النتيجة دي يا جماعة بتاعت ربنا. ممكن 9 شهور وأنت لسه ما وصلتش لمرحلة النجاح، وده لسبب لمصلحتك. ربنا عارف إنك لو نجحت دلوقتي ممكن يكون نجاح مزيف يوقعك تاني وتبدأ من الصفر تاني. أكيد ربنا مستني نقطة معينة أنت توصل لها عشان تنجح، علشان خاطر تبقى واقف على أرض صلبة. دي كانت أول حاجة معانا يا جماعة، هو السعي. لازما تسعى، لازما ربنا يشوفك إنك أنت بتسعى على حاجة، وأكيد ربنا مش هيحط في عقلك وفي ذهنك هدف أنت عايز توصله إلا لما ربنا يكون عارف ومتأكد طبعا الله عز وجل انك انت تقدر تحققه. اسعى علشان خاطر تقدر تحقق اللي انت بتحبه في مجالك. تاني حاجة معانا يا جماعة الاستمرارية او ما يسمى بالكونسستنسي. والاستمرارية هي دايما عنوان لصدق سعيك، انك انت انسان صادق في سعيك. ربنا شايفك صادق في سعيك. الدليل على انك انت صادق في سعيك انك انت مستمر مهما كانت الظروف ومهما كان العقبات ومهما كان ان انت بقالك شهور واسابيع وايام ويمكن يكون كمان سنة واتنين لسه ما حصلتش على النتيجة المرضية نتيجة سعيك ده، لكن لما تكون مستمر وربنا شايف استمرارك بصدق سعيك هتكون بإذن الله نهاية سعيك ده نجاح. واوعى تفتكر ان ربنا ما تكلمش عن الاستمرارية دي في القرآن الكريم. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إلى بقى آخر الآيات زي ما أنت عارف. فكان أول الآية هي السعي. أول الآية أنا عاوز طريق ربنا، أنا بسعى لطريق ربنا. تاني جزء في الآية ثم استقاموا. استقاموا هنا يا جماعة استمروا بقى، استمروا على طاعة ربنا، واستمروا على قراءة القرآن، واستمروا على كل حاجة تخليهم يوصلوا للنهاية اللي ربنا قال عليها تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. طول ما كان بدايتك هو سعي، بدايتك هو استمرارية، بدايتك هو نشاط، إن شاء الله يكون النهاية هتكون مشرقة نجاح وكل اللي أنت عاوز تحققه. فالحاجتين دول طول ما هم معاك لازم تسعى ولازم تستمر في هذا السعي. طول ما الحاجتين دول معاك أنت بإذن الله بقول الله أنت إن شاء الله ناجح وهتوصل لمكانة كويسة في المجال بتاعك. طولت عليكم، ما تنسوش سبسكرايب للقناة وشير الفيديو ده وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. والسلام عليكم واشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي.